أعزائنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم الزمهلاوي. اللي ما ضغطش لايك يا جماعة يضغط لايك، واللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. هنتكلم النهارده دغري كده على طول ونخش وش كده في صفقات الأهلي. سوزا يا جماعة شكله بيبتعد. سوزا اللي بقالنا كام يوم بنتكلم عليه، إدارة الأهلي هتفاجئنا. سوزا مش موجود في القصة، ومليكة طبعا مش موجود في القصة. يعني الجديد ان سوزا كمان بره. لكن الجديد خالص بقى ان في واحد اسمه لا ندري لا ماتا، حاجه يعني اسمه كده، كان بيلعب في نادي اسبانيول. الجديد ان ده هو اللي على رادار النادي الاهلي، والجديد ان هو ده الصفقه السوبر اللي هيجيبها النادي الاهلي وهيعلن عنها في خلال كام يوم. اسمه ايه بقى اللاعب تاني؟ لا ندري يا ماتا. ده لاعب كان بيلعب في نادي اسبانيول، جنسيته ايه ما نعرفش، انا مش عارف بصراحه، لكن ده اللي اتقال في اخر حاجه دلوقتي. يعني اخر خبر جاي ان اللاعب ده هو اللي جاي. يعني سوزا بيبتعد، مليكة مش موجود. فهنشوف الايام الجايه هتقول ايه. بعد ما مشي محمد شريف اكيد الاهلي مرقد على صفقه سوبر السوبر. الخبر اللي معانا بعد كده حسين الشحات ومحمد الشيبي. محمد الشيبي اشتكى حسين الشحات في النيابه. كل الدنيا طالعه تقول لك ان الموضوع كان موضوع في الملعب ما يخرجش للنيابه. وشفنا زين الدين زيدان لما نطح الهد الشهير في كاس العالم المشهور. زين الدين زيدان لما ضرب لاعب ايطاليا بالدماغ في صدره، ما حدش وداه النيابه، اكتفوا انه اتطرد وخد كام ماتش ايقاف ودفع غرامه. لكن ما حدش شاف زين الدين زيدان مثلا راح النيابه الايطاليه، راح النيابه الفرنسيه، ما حدش شاف كده. ده راي جمهور النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي في ظهر حسين الشحات، رغم ان في بعض جماهير النادي الاهلي ما كانتش موافقه على تصرف حسين الشحات. حسين الشحات كان مضغوط، ضيع ضربة جزاء والاهلي خسران 3، فحسين الشحات كان مضغوط. 3-0 كانت تقيلة على النادي الاهلي في اليوم ده، فحسين الشحات طالع مضغوط لان الشيبي عمل حركة للجمهور ما عجبتش حسين الشحات وحصل اللي حصل. فكل الناس اللي طالعه تقول لك هو بيروح النيابة ليه؟ كده النادي الاهلي هيلجأ الى الفيفا، ولو النادي الاهلي لجأ الى الفيفا هيوقفوا النشاط الكروي في مصر. يعني انا اشك، لان نادي الزمالك لجأ الى الفيفا في حاجات كتير. في قضيه كهرباء، لما مشكله كهرباء لما كهرباء ما توقفش بعد فيديو كهرباء الشهير مع الجماهير بعد ماتش الزمالك، ما توقفش ونادي ولجنه الانضباط اجلت العقوبه، قام نادي الزمالك لجأ للفيفا ما شفناش حاجه. نادي الزمالك لجأ للفيفا في نادي القرن ما شفناش حاجه. الاهلي هيروح للفيفا في حسين الشحات انه تم شكوته في النيابه واللاعب بتاعي راح يتحقق معاه في النيابه، الله اعلم. فانا شايف ان الموضوع اصلا برمته كده ملوش لازمه، والموضوع انتهى في الملعب. وحسين الشحات طلع اعتذار، اي نعم الاعتذار ما ذكرش اسم الشيبي مباشره او صراحه، لكن اعتذر. ده موضوع حسين الشحات. الموضوع الثاني طبعا نادي زد واخد يجي 7 8 9 صفقات من النادي الاهلي. نادي زد داخل بتقله، من ضمن الصفقات شادي حسين، علي لطفي، ايمن اشرف. فنادي زد داخل بتقله السنه الجايه. هل هنشوف دوري قوي الاهلي بيراميدز زد فيوتشر؟ مش هقول الزمالك، لان للاسف الزمالك زي ما هو محلك سر، لا في صفقات ولا في تدعيمات ولا في اي حاجه خالص. فانا مش هدخل الزمالك في للاسف مش هدخل الزمالك في الموضوع. يعني الاهلي دعم يعني الاهلي مش عايز يدعم اصلا، الاهلي عنده لعيبه جامده، فالاهلي مش محتاج، هو متدعم لوحده، بس فاضل بس المهاجم الاجنبي. لكن الزمالك ما دعمش ومش هيدعم، مشكله مش هنتكلم فيها كتير. لكن نادي بيراميدز دعم، نادي زد بيدعم، نادي فيوتشر بيدعم، اغلب الانديه المصريه بتدعم. فهل نشوف نادي زد بينافس؟ السنه اللي فاتت قالوا على المصري وقالوا على اسوان وقالوا على الانديه كلها والاسماعيلي ودعم وكله دعم، قلنا هنشوف دوري مولع نار، لكن للاسف ما شفناش. شفنا الانديه دي بتصارع على الهبوط، اسوان هبط والاسماعيلي كان هيهبط والمصري يعني كان كويس. الحاجه اللي بعد كده كان في لاعب في الزمالك اسمه اجويرو مواليد 2009، لاعب صغير ناشئين الزمالك اجويرو 2009. اللاعب ده بيقال انه كان احسن لاعب في الزمالك الموسم اللي فات في سنه، وكان واخد احسن لاعب في الزمالك واحسن لاعب في منطقه الجيزه. نادي الزمالك ما سجلوش، سابه، ما سجلوش. ولد مواليد 2009 ما سابوش، سابه ما سجلوش. طب وبعدين ايه المشكله؟ عادي يعني. ازاي ما سجلوش يا جماعه؟ طب ازاي؟ طب ليه؟ مش عارفين. طب ايه اللي حصل بقى لاجويرو؟ اجويرو ده قادر كده سافر مع عيلته لايطاليا، وهو في ايطاليا راح عمل اختبارات في نادي اتلانتا، قام عجبهم في نادي اتلانتا، قاموا اخدوه ووقعوا معاه. هو في كده يا جماعه؟ مين اللي ساب اجويرو ده يمشي؟ مين اللي ساب اللاعب الناشئ ده يمشي على
مسؤوليه مين ومين اللي يتحاسب؟ طب ما هو واخد احسن لاعب في الزمالك واحسن لاعب في منطقه الجيزه، يتساب ليه؟ طب هو راح اتلانتا خلاص، هو حر مع نفسه كده. يعني هو انا مع نفسي، لا في نادي يراعيني ولا في رعايه للزمالك ولا الحيوان ولا اي حاجه. طب ينفع؟ هو نادي الزمالك هيفضل متخبط فوق وتحت؟ يعني في الكبار وفي الصغيرين؟ ينفع؟ يرضي ربنا؟ يعني كان الله في عون جماهير الزمالك، كان الله في عون جماهير الزمالك من اللي بيحصل لها في الكبار وفي الصغيرين. دي كانت اخبارنا في الفيديو ده. ما تنساش اللايك والشير والكومنت كويس، وكمان تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الجديد. سلام عليكم.